هل أمسكت عود القرفة من قبل؟ هل شعرت بخشونته بين أصابعك؟ أو شمت رائحته الدافئة التي تملأ المكان؟ وتساءلت عن تاريخه. كيف وصل هذا العود البسيط إلى مطبخك؟ وما هي الحكايات التي يحملها عبر العصور؟ هذا البهار البسيط شكل يوما مصير إمبراطوريات، وكان سببا في تحريك جيوش وتغيير خرائط العالم. لقرون كانت القرفة أثمن من الذهب، وأصولها محاطة بالأساطير لحماية أسرار التجارة. كان التجار يحيكون القصص درها الحقيقي. البحث عن القرفة أشعل عصر الاكتشافات. بنت الأمم أساطيل وخاضت حروبا لا من أجل الأرض بل للسيطرة على طرق التوابل. كانت البحار تعج بالمخاطر من أجلها. أصبحت البندقية غنية كمركز تجاري، بينما خاطر مستكشفون مثل كولومبوس وفاسكو دا غاما بكل شيء للعثور على طرق مباشرة. كان حلمهم الوصول إلى القرفة دون وسطاء. ما نرشه الآن على الشوفان كان يوما محفزا للاستكشاف والغزو، ودافعا للرحلات الطويلة عبر المحيطات. كانت قيمتها مرتبطة بالمعتقدات الغامضة والطبية، مما جعلها رمزا للمكانة والتبجيل، واستخدمت في الطقوس والعلاجات القديمة. القرفة أكثر من مجرد بهار، إنها شاهد على سعي البشرية للسلطة والصحة والمعنى، وجسر يربط بين حضارات العالم عبر الزمن. قبل وقت طويل من العلم الحديث، كانت الحضارات القديمة تقدر القرفة كدواء. استخدمها المصريون في التحنيط، معتقدين أنها يمكن أن تحافظ على الروح للحياة الأخرى. في الصين كانت روغوي عشبة دافئة للبرد والألم، وفي الهند استخدمها الأيورفيدا للهضم وسكر الدم. لاحظت هذه الثقافات تأثيرات القرفة بدقة ملحوظة، ونقلت معرفتها لأجيال. اليوم يؤكد العلم قوى القرفة المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات، مؤكدا الحكمة القديمة. ما كان يوما سرا للمعالجين أصبح الآن محور البحث الحديث. الصيدلية القديمة كانت ولا تزال فعالة بشكل ملحوظ. ليست كل القرفة متشابهة، ورغم أن الجميع يعرف طعمها ورائحتها، إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين أنواعها. هناك نوعان رئيسيان: سيلان وكاسيا. كل نوع له خصائصه الفريدة التي تؤثر على النكهة والفوائد الصحية. سيلان أو القرفة الحقيقية رقيقة، حلوة، ومنخفضة الكومارين، وهو مركب يمكن أن يضر الكبد بجرعات عالية. لونها أفتح وملمسها هش، وذوب بسهولة في اليد. كاسيا الشائعة والرخيصة أقوى في النكهة، ولكنها تحتوي على كمية أكبر بكثير من الكومارين. أعوادها سميكا وصلبة، وطعمها أكثر حدة ودفئا. بالنسبة لمن يستخدمون القرفة يوميا، هذا الاختلاف مهم. سيلان أكثر أمانا للاستخدام المنتظم، خاصة في الشاي أو الحلويات، أو حتى في وجبة الإفطار. ارتفاع الكومارين في كاسيا يمكن أن يسبب تلف الكبد إذا استهلك بكميات كبيرة على مدى فترة طويلة، لذلك ينصح الأطباء بالحذر عند اختيار النوع. معرفة النوع القرفة الخاص بك لا يتعلق فقط بالمذاق، بل بالصحة. قراءة الملصقات تساعدك على اتخاذ قرار أفضل. اختر بحكمة للاستمتاع بفوائد القرفة بأمان، وأمنح صحتك الأولوية دائما عند التسوق أو الطهي. القرفة تثير اهتمام الباحثين اليوم بفضل قدرتها على تنظيم السكر في الدم، إذ أصبحت موضوعا للعديد من الدراسات العلمية الحديثة التي تبحث في فوائدها الصحية المتنوعة. هذا الاهتمام يزداد خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث أظهرت الأبحاث أن القرفة قد تساعدهم في التحكم بمستويات السكر. مركب السينمالدهيد هو السر وراء هذه الفوائد، إذ يعزز استجابة الجسم للأنسولين، ويجعل الخلايا أكثر حساسية له، مما يسهل دخول الجلوكوز إلى الخلايا ويقلل من تراكمه في الدم. هذا يساعد على امتصاص السكر بشكل أفضل وخفض مستوياته بعد الأكل، ويمنح الجسم توازنا أكبر في الطاقة. القرفة أيضا تبطئ إفراغ المعدة، مما يساهم في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، ويمنع ارتفاع السكر المفاجئ بعد الوجبات. ما يمنع ارتفاع السكر المفاجئ
ويحافظ على استقرار مستويات الجلوكوز لفترة أطول. الدراسات تؤكد أن الاستهلاك المنتظم للقرفة، خصوصاً سيلان، يحسن السكر والكوليسترول ويقلل من مخاطر أمراض القلب. ليست علاجاً نهائياً، لكنها أداة فعالة ضمن نمط حياة صحي، خاصة عند دمجها مع نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم. الحكمة القديمة تلتقي اليوم مع العلم الحديث لتمنحنا فهماً أعمق لفوائد القرفة ودورها في دعم الصحة. القرفة ليست فقط لتنظيم السكر، بل هي أيضاً درع قوي ضد الأكسدة والالتهاب. غنية بالبوليفينولات، تحارب الجذور الحرة وتبطئ الشيخوخة الخلوية. مضادات الأكسدة فيها تتفوق على كثير من الأعشاب والتوابل. القرفة تهدئ الالتهاب المزمن، ما يقلل من خطر الأمراض المزمنة. أبحاث واعدة تشير لدورها في حماية الدماغ من الزهايمر والباركنسون. مركباتها تمنع تراكم البروتينات الضارة وتحمي الخلايا العصبية. إمكانياتها العلاجية تفتح آفاقاً جديدة للأمل. رغم فوائد القرفة، يجب الحذر من الكومارين الموجود بكثرة في كاسيا. استهلاك كميات كبيرة من كاسيا قد يسبب أضراراً للكبد، خاصة مع الاستخدام اليومي أو المكملات. السلطات الصحية تحدد حداً آمناً للكومارين، وملعقة صغيرة من كاسيا قد تتجاوزه. الخطر أكبر للأطفال أو من يستهلكون القرفة بانتظام. الحل بسيط: اختر قرفة سيلان منخفضة الكومارين. قراءة الملصقات وشراء النوع الصحيح يحمي صحتك. القرفة هدية قوية من الطبيعة، لكن استخدامها الواعي هو سر الأمان. دمج القرفة في حياتك اليومية سهل إذا اخترت النوع الصحيح. رش نصف ملعقة صغيرة من سيلان على الشوفان أو القهوة، يمنحك الفائدة والمذاق. جربها في الأطباق المالحة أو الشاي، واستمتع بعمق النكهة وفوائدها الصحية. استخدم العود الكامل للشاي لمفعول لطيف وآمن. القرفة تذكير بقوة الطبيعة، لكن الاعتدال والاختيار الواعي هما الأساس. بفهم الفرق بين سيلان وكاسيا، تكرم الحكمة القديمة وتحمي صحتك. كل رشة قرفة تحمل تاريخاً من القوة والتوازن في العالم الطبيعي.